ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتنفذوا تقولوا رايكم ايه، وما تنسونيش في اللايك وتقولوا رايكم في الكومنتات ايه، وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. النهارده بقى رجعت لكم هعمل لكم وصفه جديده وحلوه وجميله كده. يا رب يكون الفيديو يكون النهارده سهل وبسيط على قلوبكم وتحبوه. هنعمل النهارده مقلوبه مع بعض. انا عملتها قبل كده معاكم مقلوبه باللحمه، بس المره دي هعملها بقى بالفراخ. انا بحب جدا الفراخ اكتر. وكمان عشان يبقى فيهم الوصفتين موجودين، يعني اذا كان عندك اللحمه او الفراخ المتوفر يعني نعمل بيه. فانا عملتها مره باللحمه والمره دي هتبقى بالفراخ، وان شاء الله هتعجبكم. والنهارده عندي المقادير بتاعتي. عندي دول كانوا 3 بطاطسيات مقطعاهم يعني ترانشات كده، والبتنجان برضو كان عندي بتنجانتين عملتهم، والطماطم 4 حبات بس زي ما انتوا حابين، يعني كل واحد بقد الكميه اللي عنده او بالمقادير اللي عنده. هي المقلوبه ملهاش مقادير معينه، يعني عندك من كل حاجه واحده، من كل حاجه 2 3 ايا كان، على حسب الكميه اللي انت بتعمليها بس مش اكتر. فانا هعمل النهارده نص كيلو رز بسمتي، فانا حابه اعمل الكميه دي معاها هي تبقى بالظبط مظبوطه عليه. انا كنت في الكبسه ام لحمه، اما كنت عاملاها معاكم المقلوبه باللحمه سوري. كنت عامله معاها، كنت عامله ربع كيلو رز بس، فكنت عامله كميه البطاطس والبتنجان والطماطم اقل من كده. فانا المره دي عشان مزوده الرز وكده، فمزوده كميه الخضار كمان معاها بس. فكل واحد على قد المقادير اللي يعملها والكميه اللي يعملها، مش هتفرق بقى اكتر من كده. يعني هو ده الفرق ما بين كل حاجه وفي المقادير. يعني هي مقاديرها مش حاجه معينه او حاجه ثابته يعني. بس وكان عندي هنا وركين. طبعا كل ورك لازم بنقسمه نصين، لان انا عايزاها تبقى مستويه كويس جدا. فلازم لو صدر بتقسميه نصين، ولو ورك بتقسميه برده نصين. بس دي برده اهم حاجه عشان تطلع سوا كويس. وعندي كمان هنا التوابل بتاعتي. عندي فلفل اسمر وكمون وبهارات وكركم ولورا وحبهان وقرنفل مطحونين زي ما قلت لكم، وشويه قرفه بس. وعندي كمان هنا بصلتين مقطعهم جوليان حلقات كده زي ما انتم شايفين بس كده. وتعالوا بقى نحمر الحاجه. وهنا اهو هحمر البطاطس. وهنا البطاطس بعد ما اتحمرت هطلعها اهو. وهنا بعد ما خلصت البطاطس وحمرتها هحط مكانها البتنجان اهو. وهنا بعد ما البتنجان متحمر هطلعه بقى اهو. وهنا بقى احمر الفراخ ونكمل باقي المقادير والحاجه. هنحط معلقه سمنه بلدي اهي، معلقه سمنه بلدي ده لو عندك، لو ما عندكيش عادي شويه زيت مفيش اي مشكله. وهنزل عليهم بالبصل الجوليان اللي انا مقطعاه اهو اهو. وهنا البصل اهو اتحمر. انا عايزاكم يتحمر قوي كده عشان يبقى حلو في الوصفه اللي احنا هنعملها سوا اهو. اوطي بس النار شويه اهو. طلعت البصل خلاص. هنزل بالحبهان التوابل بتاعتنا اهي. احط اللورة والحبهان هقلبهم بس هما الاول كده اهو. وبعد كده هنزل بكل التوابل بتاعتي. انا كنت ناسيه الكاري وزودت منه كمان شويه اهو. هنقلب كده على طول اهو اهو. وبعد كده هنزل عليهم بالفراخ اهو.
ريحتهم اللهم بارك تحفه. هنا بعد ما حمرت الفراخ وخدت اللون الحلو ده، هنزل بقى عليها بالميه عشان نعمل الشوربه. هسيبها بقى تستوي شويه وبعد كده هحط عليها الفراخ اهي. بسم الله ما شاء الله، بعد ما خدت تحميره حلوه ولون حلو اهي. هنحط لها بقى بصلايه اهي قسمها نصين شويه واحط لها كمان قرن فلفل بس عشان ناخد منها احلى شوربه. ورجعت لكم تاني بعد ما حمرت الباذنجان والبطاطس والبصل، وكمان سلقت الفراخ خالص وحمرتها. انا عندي الطماطم والفلفل انا مش هحمرهم عشان ما يبقاش كل حاجه فيه متحمره وزيت كتير وكده، فانا هستكفى بتحمير البصل والبطاطس والباذنجان بس، وكمان محمره الفراخ وسلقتها. والطماطم والفلفل هحطهم بس كده، بيبقى طعمهم برضو حلو جدا وبيبقى جوسي كده وحلوين قوي يعني ومسكرين كده، مفهومش بقى ايه جو زيت كتير ومحمر وكده، لا كفايه بقى تحمير، ميبقاش كله محمر في محمر. لو انت حابه ان انت تحمري تمام يعني، كل واحد براحته، بس الطريقه الافضل يعني والاحسن هو ده عشان ما يبقاش فيه زيوت كتير بس ومش اكتر يعني. وكمان هنا عندي الرز اهو، بعد ما نقعته نقعيه بقالي نص ساعه في ميه سخنه، ده رز بسمتي. احط بقى عليه التوابل بتاعتي. انا مش هكتر توابل لان انا حاطه توابل كتير في الشوربه زي ما وريتها لكم اللي حمرت فيها الفراخ، فانا هحط كميه بسيطه جدا. شويه من الكركم وكاري وفلفل اسود وملح كمون قرفه، لو راح حبهان مطحونين، وكمان هنا شويه فلفل اسمر بس. هحطهم بقى دلوقتي على الرز اهو، وهقلبه كده كمان كويس. هبتدي بالبصل اهو، هحط بس منه شويه كده اهو، عشان كمان الفراخ تاخد طعم منه وتبقى طعمها حلو جدا يعني. انا عشان جربتها بالطريقه دي فبصراحه عجباني جدا. والفراخ اهي بعد ما اتسلقت انا هحطها على الوش كده عشان ما تنساش ان احنا هنقلبها، فهحطها مقلوبه اهي. بس كده كمان هرص عليها الطماطم، رص الاول حواليها كده اهي. ما شاء الله ريحتها جميله جدا، حلوه قوي وسهله والله يا جماعه، ما بتاخدش وقت خالص يعني. اي حاجه متوفره عندك حطيها، مش شرط حاجه معينه، ولو حاجه ناقصه من الحاجات دي مفيش اي مشكله خالص يعني اهو. وكمان هحط الفلفل، هحط الفلفل بين كل واحده من الطماطم كده، لان لما نقلبها ده الشكل النهائي اللي هيطلع في الاخر. لما نقلب الحله ده اللي هيطلع. بس حطيت كام واحده كده من الفلفل من تحت. بعد كده هحط البطاطس كمان اهي.
ممكن باي خضار عندك تحطيه، يعني لو مثلا متوفر عندك جزر ممكن تحطي جزر، لو عندك مثلا بسله، عندك اي حاجه من انواع الخضار تحطيها. مش هنحط حاجات معينه بالظبط يعني. وعندي البتنجان اهو، بحاول ان انا اوقف بقى البتنجان في الجناب كده اهو. حلوة جدا وكمان مغذية قوي، وكل الحاجات اللي فيها مفيدة جدا. وشوية الفلفل اللي اتبقوا هحطهم كده بشكل عشوائي عادي. اهي. اهي. كان في شوية بصل من الباقيين اهو. وانا هنزل بالرز بتاعي بقى اخر حاجة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، حلو جدا، ريحته تحفة من قبل اصلا ما يتعمل ومن قبل ما يستوي، ريحته تحفة بجد. بصوا ده نص كيلو من الرز، ده رز بسمتي، لو ما عندكيش بسمتي عادي ماشي يعني بالرز بتاعنا من مصر عادي. بص وهنسويه بقى كده اهو. بسم الله ما شاء الله، حلو قوي وريحتها خطيرة وما بتاخدش وقت خالص. اهي. وعندي الشوربة بتاعتها جاهزة، دي الشوربة بتاعت الفراخ اهي. هننزل على كده، انا هجيب بس هنحط دي كده عشان خاطر بس الشوربة ما تنزلش في مكان واحد تعمل حفرة، فانا هحط دي كده وهنزل عليها كده بالشوربة اهو. طبعا احنا مش هنكتر شوربة كتير لان احنا اوريدي حاجتنا كلها مستوية، فانا مش هكتر. كمان الرز عشان كان منقوع فمش هياخد مننا وقت كتير خالص اهو. يعني مش هنخلي المية تعدي، يدوبك المية بس تبقى بسوى الرز مش اكتر، متعداش من فوق زي الرز العادي وكده. بس كده مش هحط تاني، هحطه بقى على النار واوريكم بعد ما اتعمل. وهنا بعد ما الرز استوى بصوا بسم الله ما شاء الله مفلفل ازاي، مفلفل جدا وجميل، بس حلو ازاي. بس بقينا بقى نقلبها، هحط بقى الطبق ونقلبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. فيك قلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفة، مش قادرة اقلبها بجد. الحلة بسم الله ما شاء الله تقيلة. خايفة اقلبها طبيعة مني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حلة سخنة جدا جدا يعني، بس لازم اخبط كده عشان كل حاجة فيها تنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حلو جدا وجميلة. بصوا الوانها حلوة ازاي. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون خفيف كده عليكم وعجبكم ويكون حلو. والفكرة بصراحة سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي حاجة صعبة خالص. وقلنا المتوفر عندنا هنعمل بيه، مش هنجيب حاجات يعني معينة او هنكلف نفسينا، بكل الموجود وبأقل حاجة هنعملها. بس كده. ودي الحاجة اللي عملتها النهاردة هي معاكم، كانت جميلة جدا بسم الله ما شاء الله. شكلها حلو جدا. بصوا يعني عاملة، يعني مش عارفة اقول لكم ايه من جمالها وريحتها. بصراحة تحفة جدا جدا جدا. اتمنى انكم تعملوها وبجد يعني مش هتندموا ان انتوا عملتوها ونفذتوا الفكرة. انا عملت لكم المقلوبة باللحمة بطريقة، ودي كمان بالفراخ هي بطريقة تانية. يعني هي طريقه مقربه شويه، بس في كام تكايه كده كانت مختلفه. حبيت ان انا اغير لكم الطريقه عشان الطريقه اللي تعجبكم او الاسهل بالنسبه لكم تعملوها. ويا رب الفكره يكون عجبكم وتنفذوها، تقولوا رايكم ايه. وما تنسونيش في اللايك، وتقولوا رايكم في الكومنتات ايه، وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد.